السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه شيوات امين. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه تحضير لابغيوش الروسيه بالكراميل المملح اللي كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير ديالها. غادي نخدموها بالعجينه السحريه اللي سبق لي حضرتها معكم واللي ما كنحتاجوش نديرو فيها يدينا، فقط بالطراب اليدوي، واللي كذلك مكوناتها جد بسيطه. فإلا عجبتكم هذا الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لها بزاف ديال لي لايك، كذلك تبارطاجيوها مع الناس العزاز عليكم باش تعمل فائده، ونخليكم مع تتمه الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للعجينه ديال لابغيوش فغادي نحتاجوا لها كاس ديال السكر ديال سنيده، كاس ديال العنبه ما يعادل 150 غرام، كاس كذلك ديال زيت المائده ما يعادل 150 مليلتر، كاس ديال الماء 150 مليلتر، وكاس ديال الحليب 150 مليلتر. بالنسبه للماء والحليب خاصهم يكونوا دافيين. غادي نحتاجوا جوج ديال البيضات، غنفرقوا البياض على الصفار، وغادي نحتاجوا المعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه اولا على حسب حراره الجو، معلقه صغيره ديال الملح، والكميه الكافيه ديال الدقيق اللي تجمع لينا العجينه. كتهز لينا تقريبا ما بين 750 و 800 غرام ديال الدقيق. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نوجدوا حدانا الطراب اليدوي. غادي نديروا في الاناء الماء والحليب اللي قلت لكم خصهم يكونوا دافيين. غادي نضيفوا لهم خميره ديال الخبز وكذلك سكر سنيده، وغادي نطربوهم مزيان حتى كتذوب لينا هذيك الخميره في السوائل. ومن بعد غادي نضيف الزيت وكذلك بياض البيض اللي غادي نستعملوه في العجينه. اما الصفر فغادي نخليوه باش ندهنوا فيه لابغيوش من بعد، وغادي نطرب حتى يندمجوا ليا كاع العناصر. من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيشبه الخليط ديال الكيك. كنحركوه مزيان بالطراب اليدوي حتى كيدير لينا فقاعات كيف ما غادي تشوفوا من بعد. وهنايا غادي نغطيو الاناء بالبلاستيك الغذائي اللي غادي نديرو فيه واحد الثقوب. غادي نغطيوه بواحد المنديل نقي ونخليوه على جنب في شي مكان دافئ حتى كتختمر لينا العجين لمده ساعه ولا 45 دقيقه على حسب حراره الجو. وفي هذا الوقت هذا اللي كتخمر لينا فيه العجينه غنمشيو باش نحضروا واحد الكراميل اللي ساهل بزاف. غادي نحتاجوا ليه 150 غرام اولا كاس ديال السكر سنيده مع نص كاس ديال الحليب اولا 75 مليلتر ومعلقه صغيره ديال الزبده. فتحضير الكراميل ساهل بزاف. غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي نضيفوا لها، غادي نديروا فيها الكميه اللي عندنا ديال السكر. يمكن لكم ديروا فقط نصف الكميه حتى كتبدا تحول الكراميل، عاد كنضيفوا النص الثاني. وهنايا ملي كيبدا كيذوب لينا فانا كناخذ واحد الملعقه خشبيه وكنبدا كنعاونو باش كيذوب ليا كله في مره واحده. وفي نفس الوقت اللي كنكونوا كنحضروا فيه هذا الكراميل فكنسخنوا هذيك الكميه ديال الحليب اللي عندنا مزيان باش ملي نديروها من بعد على الكراميل ما كيتحجرش لينا.
وهنايا ملي كيتشكل لينا الكراميل مزيان كنردو البال باش ما نخليوش حتى كيتحرق، فغادي نحبسوا له الطياب بالكميه اللي عندنا ديال الزبده. الوغ اللي غدير الكراميل اول مره من الاحسن ملي تشكل لها الكراميل تحيدو من على العافيه وتضيف ليه الزبده وتضيف ليه كذلك الحليب من بعد كلشي هادشي برا العافيه، عاد باش ترجعوه على نار متوسطه مع التحريك. الوغ كيف ما شفتوا هنا فانا ضفت الزبده كذلك ضفت الملح باش نحصل على كراميل مملح، وبديت كنضيف الحليب شويه بشويه وانا مستمره في التحريك ما كنتوقفش نهائيا. صافي من بعد ما كنضيفوا الكميه كلها فكان يمكن لينا نزيدو في العافيه وكنخليوه حتى كيغلى لينا مزيان وحنا كنحركو. وصافي الكراميل ديالنا كيكون موجود ما كيبقى لنا غير نحيدوه من على النار نصفيوه ونخليوه في شي زلافه اللي بارده حتى كيبرد تماما ويتماسك. وهنايا غادي نرجعوا العجينه ديالنا من بعد ما اختمرت وضاعف الحجم ديالها، فغادي ننزلوها شويه بالضرب اليدوي. غادي نضيفوا الكميه ديال الملح ضروريه ما تنساوهاش، وكذلك غادي الدقيق غنبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه وحنا كنحركو. من الاحسن تستعملوا ملعقه خشبيه اولا تستعملوا يديكم الا بغيتو، ما غنحتاجوا لا ندلكوها لا والو، فقط غادي نجمعوها بالدقيق حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي متماسك. وصافي من بعد ما كتجمع ليا العجينه فكنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، كندير فيه العجين ديالي كنرشو حتى هو بشويه ديال الدقيق. كما شفتوا العجينه خصها تكون خفيفه شويه باش البريوش ديالنا كتجينا خفيفه وزوينه. وكنسرحوها باستعمال الدلاك حتى كنحصلوا على واحد المربع اولا مستطيل اللي يكون السمك ديالو رقيق كيف ما وريتكم. من بعد غادي ناخذ واحد شويه ديال الزبده قياس معلقه كبيره ندوبوها وندهنوا بها هذاك السطح ديال العجين كله. هاد المرحله هذه غير اختياريه، يمكن لكم تستغناو على هاد الزبده. وغادي ناخذ الكراميل ديالنا اللي كما شفتوا عقد ولا زوين وغادي نديروه على سطح العجين حتى هو. انا استعملت الكميه كلها، يمكن لكم تستعملوا فقط نصف الكميه. وغادي نسرحوه على الوجه ديالها مزيان بالظهر ديال المعلقه اولا بلا سباتول. ومن بعد غادي نبداو بالطرف التحتاني وغادي نبداو نروليو العجين ديالنا على هذاك الكراميل غير بشويه، واخا العجينه ديالنا خفيفه ماشي مشكل. وغادي نحاولوا نسدوه في النهايه ديالو. من بعد غادي ناخذ واحد السكين اللي يكون حاد وغادي نقطعوا الجوانب ديالو بجوج وغادي نخليوهم على جنب. وغادي نرجعوا لهذاك لو بودان اللي بقى لينا غادي نحطوه بشكل طولي قدامنا وناخذوا نفس السكين وغادي نقطعوه بالشكل اللي كتشوفوا بلا ما نوصلوا للطرف ديال العجين من واحد الجهه.
واخا تشوفوا بلي الكراميل بدا كيخرج او لا ماشي مشكل، هادشي كله ماشي مشكل. ملي غادي طيب لينا لا بريوش ما يبقى يبان لينا والو. كيف ما شفتوا فالفيديو كيوضح اكثر من الكلام ديالي. الوغ كناخذوا واحد القطعه اللي قطعنا في الاول كنحطوها هكذاك في الطرف، ومن بعد كنلويو هذوك جوج ديال الاطراف بالشكل اللي كتشوفوا حتى كنوصلوا للنهايه، وكنحطوا القطعه الاخرى اللي قطعنا حتى هي في الاول. صافي كنحصلوا على لا بريوش بهذا الشكل هذا. غادي ناخذوا المول اللي غلفتو انا من قبل بالورق ديال الطهي، دهنت المول ديالي بالزبده مزيان، ومن بعد غلفتو باش نتاكد ان لا بريوش ما غاديش تلصق ليا، خصوصا ان فيها الكراميل. بالنسبه للمول اللي استعملت فهو مول اللي كبير بزاف، يعني فيه 30 سنتيم على 15. الا استعملتوا المول العادي اللي كيكون صغير فيمكن لكم ديروا فقط نصف المقادير. وصافي هنايا غادي نغطي لا بريوش ديالي ونخليها على جنب تختمر مره اخرى حتى كيضاعف الحجم ديالها. وهنايا من بعد ما اختمرات وضاعف الحجم ديالها بالشكل اللي كتشوفوا، فهنا خديت هذاك الصفر ديال البيض اللي خليت من الاول. يمكن لكم تستعملوا فقط اصفر بيضه واحد وتحتفظوا بالاخر في الثلاجه، ديروا به حاجه واحده اخرى. اللي ضفت ليه معلقه ديال الخل، يمكن لكم تضيفوا معلقه ديال الحليب اولا معلقه ديال الماء. كنحركوهم مزيان وصافي كندهنوا به الوجه ديال لابريوش ديالنا كلها، وغادي ندخلوها الفران اللي يكون سخون من قبل على 170 درجه. كنخليوها حتى كتبدا كتحمر. ملي كتنفخ مزيان كنشوفوها باللي صافي مبقاش غادي تنفخ اكثر وبدات كتحمر من على برا، فكنغطيوها بالورق ديال الطهي ونديروا عليه الورق الالومنيوم، وكنرجعوها للفران كنخليوها باش كطيب لينا مزيان من الداخل، خصوصا الا كانت كبيره بهذا الشكل هذا. فانا خدات ليا هنا 50 دقيقه ديال الطياب. الا كان المول اصغر والعجينه اقل فاكيد غادي تاخذ لكم مده اقل. وهنايا من بعد ما طابت مزيان وكنتاكدوا انها طابت من القلب ديالها كنديروا فيها واحد السكين بحال الشكل ديال الكيك كيخرج لينا ناشف. صافي كتكون طابت، فغادي نقلبها فوق واحد الشبيكه من بعد ما كدفى واحد شويه في المول ديالها بطبيعه الحال. كيف ما شفتوا ملي كنغلفوا المول فكتحيد لينا بكل سهوله. وصافي غادي نبدا نحيد هذاك الورق ديال الطهي، غادي نقلبها على وجهها وغادي نخليها حتى كتبرد وتاخذ حراره الغرفه. هنايا بعد ما بردات لي فدرتها في طبق ديال التقديم، وخديت شويه ديال السكر كلاصي اللي درته في واحد الشبيكه وغادي نغبر ليها الوجه ديالها به مزيان. وصافي لا بريوش ديالي كتولي جاهزه للتقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال لا بريوش الروسيه. كيجي الشكل ديالها زوين وكتجي لذيذه بزاف وخفيفه مقطنه. مكوناتها كيف ما شفتوا بسيطه وغادي نلقاوهم في اي دار. كيجي فيها هذاك المذاق ديال الكراميل المملح اللي حتى هو كيف ما شفتوا ساهل في التحضير ديالو، واللي يمكن لكم تعوضوه مثلا بالزبده تكون بوماد تخلطوها مع شويه ديال القرفه ودهنوها به. صافي ما ديروش الكراميل، اولا بشي باطا تارتيني بحال نوتيلا اولا اي حاجه بغيتو، فكتجي فريمون لذيذه بزاف. تاكلوها بصحه وراحه في الفطور ديالكم اولا في الكوتي. وصافي هنايا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو. فإلا عجبتكم ما تنساوش تخليو لها بزاف ديال لي لايك. بالنسبه للناس اللي جداد معنا تشاركوا في القناه وتفعلوا الاشتراك ديالكم بالضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. تبارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم واحبابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. سلامه.